جماهير الاهلي كلها قلقانه وخايفه من الاصابات الكتيره اللي بتضرب لعيبه الاهلي، وفريق الاهلي دلوقتي اغلبيته من اللعيبه الاساسيه مصابه، وده بسبب الارهاق الشديد اللي كان بيحصل اخر فتره للنادي الاهلي. والشهر اللي فات بالتحديد اللي كان كل 3 ايام مباراه، اللعيبه ما كانتش بتقدر تتدرب، اللعيبه ما كانش عندها وقت انها تعمل اي حاجه في استشفاء او احماء او اي حاجه بسبب ضغط المباريات. عشان كده كان في اصابات كتيره، وانا جاي اعرفكم النهارده ايه الوضع اللي هيكون فيه لعيبه الاهلي من الاصابات اللي حصلت لهم، وهيشاركوا في المباريات القادمه خاصه في دوري ابطال افريقيا، لان احنا عندنا مباريات مهمه جدا في دوري ابطال افريقيا، وهي مباراه سان داونز، واللي يليها على طول ب3 ايام هيكون مباراه القطن الكاميروني. فانا جاي اقول لكم على الاوضاع اللي هتحصل ان شاء الله في الايام الجايه، وخاصه في المباراتين دول. الاول كده اخويا، لو انت تتفرج عليا دلوقتي، اتمنى من حضرتك ان انت تعمل لي لايك وكومنت واشتراك عشان تدعمني، اخوك لسه مبتدئ محتوى جديد، واتمنى منك كل الدعم الاستمراري ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. نبدا موضوعنا. واخر اصابه حصلت كانت لمحمد شريف. محمد شريف اللي كان في ماتش القطن الكاميروني طلع مصاب من الشوط الاول بعد كمان ما سجل الهدف في الدقيقه الاولى، حوالي حاجه و30 دقيقه. محمد شريف حس بتعب كده وطلب ان هو يتبدل. الاصابه بتاعت محمد شريف عودها على لسان طبيب الاهلي بالمناسبه يا جماعه، الدكتور احمد ابو عبله طبيب النادي الاهلي، هو اللي بيقول التصريحات دي، انا مش جايبها من عندي، وانا جاي انقل لكم الموضوع مش اكتر. الطبيب احمد ابو عبله بيقول ان اصابه محمد شريف كانت اصابه في الكدمه في عضله الحوض، يعني الموضوع مش خطير ولا حاجه، الموضوع عادي، كان ممكن يقدر يكمل، بس كانت الضغط شديد عليه قوي، ما قدرش يتحمل الالم، عشان كده طلب التبديل وبدلناه. لكن ان شاء الله محمد شريف هيكون كويس في المباراه القادمه مع المقاولين العرب كمان في الدوري المصري، وهيسافر مع الفريق ان شاء الله في دوري ابطال افريقيا لمواجهه سان داونز وكمان القطن الكاميروني. يعني محمد شريف ان شاء الله في الحسبه معانا في الماتشات القادمه. الاصابه الثانيه اللي شغله طبعا جماهير النادي الاهلي كتيره جدا، وهي اصابه حسين الشحات، يعتبر النجم بتاع الفريق دلوقتي. حسين الشحات ايه وضعه؟ حسين الشحات وعلى لسان طبيب الاهلي بالتاكيد حسين الشحات مش هيقدر ان هو يشارك في المباريات القادمه، سواء كان مع مباراه المقاولين او السفر الى جنوب افريقيا، ثم ان شاء الله من جنوب افريقيا هنروح للكاميرون. لا، حسين الشحات مش هيشارك مع الفريق او هيسافر مع الفريق، لان حسين الشحات قدامه حوالي اسبوعين للتعافي من الاصابه بتاعته. بالمناسبه يا جماعه، اصابه حسين الشحات كانت اصابه في شد في عضله السمانه، بس كان الشد ده كبير قوي، وده اللي حصل في نهايه مباراه سان داونز. حسين الشحات حس بالم شديد جدا وطالب ان هو يتبدل، والالم ده كان شديد جامد، ما يقدرش يتحمل ان هو يكمل المباراه، وعلشان كده حسين الشحات هيغيب عن المواجهات القادمه ان شاء الله، سواء سان داونز او القطن الكاميروني. بالنسبه للاصابه اللي بعد كده، وهي اصابه الدفاع الاهلي متولي اللي جماهير الاهلي قلقانه جدا من دفاع الاهلي، خاصه في ان الماتش الاخير بتاع القطن الكاميروني خرج محمد عبد المنعم، وبعض من جماهير الاهلي فكرت انه خرج مصاب، لكن في الحقيقه محمد عبد المنعم خرج عادي جدا، مفيش اي حاجه، هو بس كولر بدله للاجهاد عشان يعني يوفر طاقته ويوفره للمباريات القادمه ان شاء الله، وهيسافر مع الفريق كمان لملاقات سان داونز وان شاء الله القطن الكاميروني. بعد كده عندنا الاصابه المزدوجه للاعبين، وهي نفس الاصابه بالظبط، وهي خالد عبد الفتاح واحمد عبد القادر، والاصابه بتاعتهم يا جماعه هي جزع في الرباط الداخلي للركبه، الاثنين عندهم نفس الاصابه في نفس الرجل في نفس المنطقه، مفيش اي اختلاف ما بينهم، والاصابه ما بين الاول والثاني ما بين احمد عبد القادر وخالد عبد الفتاح هي يومين بس مش اكتر، فعلشان كده الاثنين بنسبه كبيره جدا لسه قدامهم وقت ومش هيسافروا مع الفريق ان شاء الله لملاقات سان داونز او القطن الكاميروني. في اصابه كمان اللي هي شغله ناس كتير قوي مش عارفين هي الاصابه دي مستمره ولا هو تعافى منها، وهي اصابه عمرو السوليه. عمرو السوليه يا جماعه كان عنده اصابه وحصلت احنا عارفين انه حصلت في كاس العالم للانديه قدام ريال مدريد، بعد ما اشتكى عمرو السوليه وخرجوه، وبعد الكشف والفحوصات تبين ان اصابه عمرو السوليه بس هي ايه، كانت في عضله السمانه وشد في عضله السمانه، وبعد كده الوضع مستقر بعد الفحوصات والاشعه، تحسن الاداء وتحسن الوضع مع عمرو السوليه، وعمرو السوليه تشافى تماما من الاصابه، وكان هيشارك بالفعل في المباراه الماضيه، لكن حصلت بعض التطورات الجديده في اصابه عمرو السوليه، علشان كده اداره وطبيب الاهلي قرروا ان هم ما يشركوش عمرو السوليه، لكن عمرو السوليه بنسبه كبيره هو تعافى تماما وهيشارك ان شاء الله في المباراه القادمه. اخر حاجه بقى هي برونو سافيو وحكايه جمهور الاهلي
ومشجعين النادي الاهلي، وايه موضوع برونو سافيو هل مصاب؟ برونو سافيو هل مستبعد فنيا؟ في الحقيقه يا جماعه برونو سافيو الفتره الاخيره دي كلها من بعد كاس العالم للانديه هو مستبعد فنيا، لكن مفيش اي اصابات بالنسبه لبرونو سافيو. ودي كانت كل الاحداث بالنسبه للاصابات الموجوده في النادي الاهلي. وبالنسبه طبعا للمشجعين والاهلي اللي عارفين وضع الاهلي والاصابات فيه وبسبب الاجهاد واللي هيحصل الفتره الجايه ان شاء الله، احنا عندنا ماتشات مهمه. كل التوفيق والدعم ان شاء الله للاهلي في المباراه القادمه مع المقاولين العرب في الدوري، ويليها ان شاء الله مباراه صن داونز وبعدها القطن الكاميروني مباشره.